بكرة بإذن الله عندنا ميعاد مهم جدا جدا بالليل الساعة 9 أو 8 بتوقيت مصر. مباراة حساسة جدا جدا للمنتخب المصري، حساسة في كل شيء. حساسة لأن كان بداية البطولة في انقسام كبير جدا على وضعية المنتخب، هيكمل ولا مش هيكمل. وأثناء البطولة بدأت نغمة يعني تبعد شوية، وبدأت تعود الثقة نسبيا للمنتخب المصري. صحيح الأداء عند المنتخب يعني مش بالممتع، أو مش اللي هو مقنع بالنسبة لكل الجماهير، إنما يعنينا إن تكسب، توصل فاينل، تلعب على كأس الأمم الأفريقية. أوقات كتيرة جدا ما بيكسبش البطولة الأفضل، ممكن يكون الأكثر حظا، ممكن يكون الأكثر رغبة، قلب، روح. احنا بنتفوق في أوقات كتيرة جدا بالقلب، بالروح. ودي ميزة من ميزات الكرة المصرية طوال تاريخها في كأس الأمم الأفريقية، على عكس بقية المنتخبات. الثمان منتخبات اللي وصلوا يمكن أقلهم نسبيا المالي تاريخيا بتكلم، إنما على المستوى الفني يمكن إحنا أقل شوية من كل المنتخبات، وإن كان الكل يخشى منتخب مصر للروح والقلب والرغبة. عندنا أسماء، عندنا أسماء، عندنا تيم جيد، عندنا تيم جيد. مباراة من 90 دقيقة ممكن تزيد ل 120 دقيقة. المنتخب الكوت ديفواري مش المنتخب اللي هو زي ما مصورينه نهاية العالم. بالنسبة لي منتخب في المتناول، بس نحط التشكيل صح ونشتغل على ديفوهات المنتخب الكوت ديفواري، ونحاول نأمن طرفين ملعبنا والشكل الدفاعي، ونزود في لعيبة نص الملعب. ده ممكن يكون في صالح المنتخب المصري. تمنياتي للكرة المصرية ولحسام حسن ولمنتخب مصر، لأنه منتخب مصر مش منتخب حد تاني. كل التوفيق للكرة المصرية، لأن مباراة بكرة هتحط عليها أمور كتيرة جدا جدا بالنسبة لشكل الكرة المصرية. بالتوفيق.